وفروا اللحى. كذلك تشديد عين الفعل أيضا يستعمل للإزالة والسلب. أما أقول وفرت من راتبي مبلغ كذا، يعني إيه؟ اقتطعت، ادخرت منه، وفرت. حتى بنسمي التوفير. فهنا حتى الرواية اللي بتقول أوفوا اللحى، أوفوا من الوفاء، يعني أنت لما بتيجي زي ما قال ربنا أوفوا الكيل والميزان. أوفوا الإيه؟ الكيل يعني تخلي الكيل مستوي من فوق كده، ما تخلوش طالع مصاعد زي كده زي الهرم، يبقى ايه؟ مستوي، يبقى اوفوا. طيب والروايه اللي بتقول ارخوا اللحى، عندنا دي روايتي ارخوا، هنا العله لمخالفه المجوس. مخالفه المجوس لما يقول ارخوا غير اعفوا وغير وفروا وغير اوفوا. ارخوا لان المجوس كانوا يضفرون لحاهم، بيضفروا اللحى، فلما يقول ارخوا يعني ما تضفروهاش، يبقى دي حال ودي حال. ثم انني اخذت هذا المعنى الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في وصفه، في وصف عنقه كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة. شاف منين العنق؟ لو كانت كده يعني، لو كان سايبها كده هيشوف منين العنق عشان يصفه. كأن عنقه جيد دمية في صفاء الايه؟ ثم إن المخالفة اللي هي العلة في الأمر أعفو، المخالفة هي دي العلة، مخالفة اليهود. طيب هل العلة دي تتحقق لو احنا سيبنا اللحى كده؟ هل تتحقق ولا بالعكس؟ بالعكس. يبقى لابد ان احنا نوسع دائرة النظر ونخلي بالنا الألفاظ والتراكيب، لابد من ان احنا ناخد بالنا من الألفاظ والتراكيب، ده من معاني العفو. لكن بقى المعنى اللي ينتظم مع الآية عفى الله عنك، من المعاني العفو بمعنى السكوت عن البيان. السكوت عن البيان، زي ما النبي قال عفوت عنكم زكاة أو صدقة الخيل. عفوت بمعنى إيه؟ سكت، لم أبين. يبقى هنا المعنى. ثم هنا في الآية وصل. ما نبص معظم المصاحف ما نجدش وقف عند قولي عفى الله عنك، لأن زي ما بيقول العلماء لو قالوا إن دي جملة دعائية، ده الفريق التالي بقى قالوا دي جملة دعائية على عادة العرب، يفتتحون كلامهم أو يستهلون كلامهم بجملة دعائية، يعني غفر الله لي ولك مثلا قبل ما يبدأ في الكلام، عفى الله عنك، سامحك الله مثلا، يفتتح الكلام بجملة دعائية. يبقى دي ما تنفعش، لأن لو جملة دعائية يبقى لابد نفصل بينها وبين، لو اعتبرنا أن قوله لما أذنت له استفهام إنكاري، يبقى لابد أن يكون له صدر الكلام. يبقى نقف عند قوله عفى الله عنك، ثم نبتدئ الكلام لما أذنت له. ولما أذنت له ما يتناسبش معها حتى، بل يتناسب معها إيه؟ قبل، يعني لما أذنت لهم قبل أن يتبين لك، أو لما أذنت لهم من قبل أن يتبين لك. إنما عفى الله عنك لما أذنت، دي كلها جملة متصلة، مش هتلاقي وقف عند قوله عفى الله عنك، مش هتلاقي وقف، ده من الدراية. فأنا قلت يبقى إذن العفو بمعنى السكوت عن البيان له شواهد في القرآن. يقول سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين، شوف يبين
عكسها السكوت عن البيان. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ويعفو عن ايه؟ يبقى العفو أتى في مقابل البيان. الآية الثانية يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. عفى الله إيه؟ سكت عنها. يبقى إذن المعنى يستقيم حينما نقول عفى الله عنك، أي ستر الله عنك الحكمة في إذنك لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وهم الثلاثة الذين خلفوا وتعلم الكاذبين، أي الذين أقسموا بالله كذبا. يبقى عفى بمعنى إيه؟ سكت عن البيان. طيب، دلالة اللحاق، لو كان ده عتاب هل يتناسب مع العتاب ده إن الحق يبين بعد كده إن عفو أو إن إذن رسول الله لهم بالقعود والتخلف عن الخروج معه هو ده مراد ربنا؟ ما دام مراد ربنا يبقى في أين موضع العتاب؟ بيقول: ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يبقى إذن إذن النبي لهم بالقعود وافق مراد الله. ثم في الآية اللي بعدها وافق الحكمة: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لكم. يبقى كده أخذنا إيه؟ إن إذن رسول الله لهم بالقعود وافق مراد الله من ناحية ووافق الحكمة من ناحية، والحكمة الثالثة حتى يتبين لك الذين صدقوا اللي هم الثلاثة، مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، الثلاثة دول اللي صدقوا، وتعلم الكاذبين اللي هم أقسموا بالله كذبا وذكروا أعذارا غير صحيحة أو غير حقيقية أو غير واقعة. يبقى لما نفهم الآية بهذا الوضع نفهمها بالقواعد كده، ناخد دلالة حتى دلالة السياق، وناخد دلالة الوصل، وناخد ما يتناسب مع الحكمة الإلهية وما يتناسب مع مراد الله وما يتناسب مع اللغة. ما يتناسب مع اللغة. فالعفو بمعنى إيه؟ بمعنى مش الصفح بس. العفو نقول عفى الأثر يعني انمحى. عفى الأثر بمعنى إيه؟ انمحى. أو عفت الديار خلت من ساكنيها، خربت يعني. إذن كلمة الموضوع كله مرتبط بأن الإنسان لو مفرداته كتير مش هيفسر أو يوجه كل آية فيها لفظ متكرر، مش هيوجهه التوجيه ثابت كده. ما يقولش عفى الله عنك، لما يقول ويعفو عن كثير ده في مقابل التبيين، في مقابل التبيين. عفى الله عما سلف تاخد معنى الصفح بقى، تاخد معنى الايه؟ يبقى دي كلها خاصة بمفردات القرآن، خاصة بمفردات القرآن. فالقرآن غني بمفرداته، غني بمفرداته. زي ما أنا وجدت برضك المفسرين مثلا قالوا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. لقيت المفسرين خروا قال يفجر يعني من الفجور، من الايه؟ الفجور. فقلت هذا كلام لا ينتظم حتى مع دلالة الآية اللي بعد كده. مش من الفجور بل من الفجر، والفجر معناه الشق. أما نقوله فجر الحجر أي شقه. يبقى بل يريد الإنسان ليشق الغيب المستور أمامه
ومن ذلك يسأل أيان يوم القيامة. ومن ذلك إيه؟ يسأل. فده بيفجر المستقبل، يفجر أمامه، يعني الغيب، عاوز يفجر الغيب ويطلع منه بقوله متى الساعة مثلا. فإذا القرآن، أو مثلا إن المتقين في جنات ونهر. طب في جنات، معلش معروفة، في جنات يعني داخل جنات. طب ونهر، هيبقوا في نهر؟ لا، من معاني النهر في اللغة عندنا السعة. إن المتقين في جنات وسعة، وإيه؟ وسعة. يبقى لازم نتخيل المعنى المناسب. أنا في كتاب أيضا ألفته اسمه كتاب الفرقان بين نسبتي القول والكلام في القرآن. نسبتي القول، والكتاب ده بيحل المشكلة اللي كانت في زمن الإمام أحمد بن حنبل وكانت سبب محنته. القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ طب القرآن ده له لغة ولا ملوش؟ له تراكيب ولا ملهوش؟ له تراكيب. اللسان فيه هو اللسان العربي، له بدايات ونهايات، له مطالع ومقاطع، بيصدر عن صوت. كل الكلام ده ما ينفعش ان احنا نعرف به الكلام الذاتي. الكلام الذاتي اللي احنا بنسميه الكلام النفسي الذاتي، او الكلام النفسي بمعنى الذاتي. كلام الله الذاتي ليس بحرف ولا صوت ولا نغم ولا لغة، لا يوصف بلغة، ليست له بدايات، ليست له نهايات. قلت إذن إيه الحكمة في كده بقى؟ كيف نجمع بين الوحي المتلو اللي احنا بنقراه ده، وهو مكون من هذه المكونات، مركب من المكونات دي، أما كلام الله فليس مركبا من هذه المكونات. طب إيه العمل؟ فألهمني الله من خلال استقرائي لنصوص القرآن، ألهمني الله سبحانه وتعالى إن القرآن بيحمل نسبتين، نسبة كلامية ونسبة قولية. نسبة كلامية أي من حيث إنه كلام الله، لكن في نفس الوقت يعني بنقول كلام الله. لو أنا قلت القرآن كلام الله حد يكذبني؟ محدش هيكذبني. طب استعوضت عن الجملة دي وقلت القرآن هو البلاغ الصادق عن الله، صدقت ولا ما صدقتش؟ أنا بقول القرآن هو البلاغ الصادق. في فرق بين البلاغ الصادق، كلمة البلاغ الصادق يعني بتحمل معنى الحكاية، والقول عند العرب موضوع للحكاية. القول موضوع للإيه؟ للحكاية. فيصح ان انا اقول القرآن هو البلاغ الصادق باعتبار ما يحمله من الحكاية. طب الحكاية دي مين اللي قام بيها؟ مين اللي بلغ؟ رسول الله. لذلك قال إنه لقول رسول كريم. إنه لإيه؟ إنما من حيث إنه كلام هيبقى كلام الله. هو قول رسول الله باعتبار إنه رسول الله قام بحكايته، مش من كلامه ولا من تأليف ولا من صياغته، لا، يعني ربنا أنزل عليه القرآن بلفظه وبحرفه وبنصه وفصه، وساب له البلاغ. الحكاية يعني البلاغ. عشان كده لما ربنا حب يأكد عصمة رسول الله في البلاغ ما قالش وما يتكلم عن الهوى، لأن القرآن مش كلامه. قال وما ينطق، والنطق هو الحكاية. زي ما سيدنا سليمان بيقول علمنا منطق الطير، ما قالش كلام لأن ده مش كلام. اللي بيصدر عن الطير لا يسمى كلاما،
ده عبارة عن صوت متردد كده، يعني صوت لكن لا تراكيب له ولا مرة. ولذلك كان الوحي يأتيه صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس، لأحد أنواع الوحي مثل وصوت الجرس هو الصوت المتدارك، يعني اللي له مردود، اللي له إيه؟ المردود ده بنسميه إيه؟ صدى الصوت. برضك صححت مفهوما هنا في سورة الطارق لما وجدت المفسرين قالوا والسماء والطارق إلى قوله تبارك وتعالى والسماء ذات الرجع. لقيت المفسرين بيقولوا الرجع هو المطر. قلت طب ما علاقة المطر؟ لابد يكون في رابط بيربط بين القسم وموضوع القسم. فالقسم هو قوله سبحانه وتعالى والسماء ذات الرجع، والمقسم عليه اللي هو موضوع القسم إنه لقول فصل. الرجع يتناسب مع القول لأن الرجع معناه مردود الصوت، مش معناه المطر ملوش مناسبة. المطر هنا ملوش إيه؟ مناسبة. يبقى الرجع بمعناها إيه؟ مردود الصوت. وده مستعمل في اللغة عندنا أما نقول يعني فلان يعني غاية قوله أو غاية كلامه رجع، يعني ترديد صوت من غير إيه؟ من غير ما يكون له فايدة. فهنا ده حتة كده في الكتاب بتاع الفرقان، كتاب الفرقان بين نسبتي القول والكلام في القرآن. فالقرآن من حيث الحكاية هو قول رسول الله. طب ما احنا بنستدل ساعات بالقرآن ونقول والدليل على هذه المسألة قول الله تعالى. بنقول ايه؟ مش باعتبار أن الله تكلم بهذه الألفاظ، ولكن باعتبار أنه من مقولات الأفعال، من مقولات الايه؟ نقول إنا أنزلناه، هذا فعل. إن إيه؟ يبقى هنا من مقولات الأفعال، من مقولات الأفعال، لكن مش من مقولات الإيه؟ ولذلك رديت برضك على الإمام البيهقي لما قال إن ربنا بيوجد الأشياء بكن، لفظ كن. الله قال لك طب وكن دي عبارة عن حرفين، هذا لفظ محدث، فعشان يتوجد يبقى لابد أن تسبقه كن، وهذا يدعو إلى الدور أو يدعو إلى التسلسل الذي تفسد به القضية العقلية. فقلت ردا على الشبهة دي، قلت بما أن القول إذا نسب إلى الله يكون من مقولات الأفعال، والعرب كانت بتستعمل القول تعبيرا عن الفعل. العرب يقولوا إيه؟ قال بالماء فصبه، قال بالماء بيحكي، قال بيده هكذا، قال بثوبه فرفعه، قال بسيفه فاستله. بيحكي فعل لكن بيعبروا عن الفعل بإيه؟ بكلمة قال، بكلمة إيه؟ يبقى لما نقول إنما قولنا إذا أردنا إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طب هنا إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، عشان ربنا يعصمنا من إن إحنا تزل أقدامنا في فهم كلمة إنما قولنا. يعني بمعنى إيه؟ إيجادنا للشيء. طب عرفناها منين؟ ليه ما تكونش إنما قولنا؟ ليه ما تكونش بلفظ؟ حاشا لله. علم الله إن ممكن يخطر ببالنا هذا المعنى،
فلذلك لم يكتفي بالمصدر الصريح في أول الآية، بل أتى بعده بالمصدر المؤول الذي هو أدخل في دلالة الفعل منه في دلالة اللفظ. ليه ما اكتفاش بقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه كن؟ رجع جاب مصدر صريح، مصدر مؤول بعد قوله إنما قولنا. قال أن نقول، عن إيه؟ طب قالها في الأول إنما قولنا، ما اكتفاش بالمصدر الصريح، بل قال أن نقول، لأن الفعل أو لأن المصدر المؤول بما أن فيه الفعل مع أن يبقى يفيد، هو أدخل في دلالة الفعل منه في دلالة اللفظ، منه في دلالة الإيه؟ زي الخضر عليه السلام لما يقول لما يقول فأردت أن أعيبها. طب ليه أتى بالمصدر المؤول؟ أردت أن أعيبها، قال له أنه ما فعله ممكن احنا نفسره ان ده نوع من الفساد او نوع من الافساد. فقال لنا لا، لو اراد ان يجعل العيب صفة او وصفا لازما للسفينة لقال فأردت عيبها، مصدر صريح، لكن هو لم يرد عيبها. لم يرد ايه؟ امال اراد ايه؟ أراد ما أحدثه من خرق صغير لا تغرق بسببه السفينة. من باب إيه؟ مش من باب الغاية تبرر الوسيلة. لو كان من باب الغاية تبرر الوسيلة كان بدأ بالغاية، قال مثلا في ملك ظالم ويستولي على كل سفينة فلذلك أردت أن أعيبها مثلا. إنما ده بدأ بالسبب مما يدل على أنه لم يفعل ذلك من باب الغاية تبرر الوسيلة، وإنما فعل ذلك من باب الموازنة بين مفسدتين، مفسدة صغرى مفسدة كبرى. الصغرى ما أحدثه من خرق، والكبرى إن الملك يستولي على السفينة. فلذلك قال فأردت أن أعيبها. أردت إيه؟ من باب إيه؟ الموازنة في الفقه عندنا إحنا، يعني عيب السفينة، خرق السفينة، الموازنة بين مفسدتين صغرى وكبرى. قتل الغلام بين مفسدة ومصلحة، إقامة الجدار بين مصلحتين، كلها من باب فقه الموازنات. ده في شرعنا احنا وفي فقهنا احنا. فنرجع لموضوعنا فيما يتعلق بقى، لما قال إنما قولنا لشيء إذا أردناه، كان ممكن يقول كن اختصارا للمسألة، إنما قال أن نقول. طيب أن نقول يعني إنما قولنا في البداية دي ما تغنيش عن قوله أن نقول، لا هو كده عاوز يبين لنا إن قولنا مش باللفظ وإنما بإيجاد الشيء، وإنما بإيه؟ بإيجاد الشيء. فهذه الإنسان إن ما كانش عنده يعني قدرة على الاستقراء للنصوص ممكن يحتار، وممكن يقع في أخطاء لا تصح، أخطاء في حق الله، ممكن أخطاء في حق القرآن، أخطاء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا شك، لا شك إن القرآن معجز معجز. طيب واحد يسأل طب إيه الحكمة إن ربنا يورد الآيات دي على هذا النحو ونقع في حيرة؟ ما هو إيه الحكمة؟ أذكر كلام الشيخ زروق، أحمد زروق، يقول في قاعدة من القواعد: وقوع الموهم، أي الموهم من الألفاظ، وقوع الموهم والمبهم والمتشابه والمشكل في نصوص الشريعة ميزان العقول والأفئدة والأذهان. يا ربنا عاوزنا نشتغل عشان نفكر، انما ما ينفعش ان احنا كده يعني
وعشان ربنا يورينا ان القرآن ده يحتاج الى من يقوم ببيانه، يقوم احنا ما نستغنيش عن ايه؟ عن الرسول في بيانه، او العترة من بعده، باعتبار ان هم بيمثلوا الثقل الثاني، اني تارك فيكم ثقلين. فما لا يمكن ندعي هذا الامر وبعدين نقعد نتكلم في القرآن بغير علم بغير دراية، ما ينفعش الكلام ده. فبيقول الشيخ وقوع الموهم، وعشان كده قال في قاعدة من القواعد دي برضك ايه؟ المتكلم في فن من فنون العلم إن لم يلحق فرعه بأصله ويحقق أصله من فرعه ويصل معقوله بمنقوله وينسب منقوله إلى معادنه ويعرض ما فهم على ما استنبط من قبل أهله، فسكوته أولى من كلامه، إلا أن يقتصر على مجرد النقل المحرر من الإيهام والإبهام فيسلم له نقله لا قوله. يسلم له إيه؟ نقله. إذا كان ناقل يعني راوي يسلم له نقله متى؟ إذا كان ما ينقله صحيحا ما فيهوش إشكال، يعني من حيث ثبوت الرواية أو من حيث عزو هذا الكلام حصل ولا ما حصل؟ مين يعني ثبت عن النبي؟ يبقى إذن مولانا سبحانه وتعالى لما يقول وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ولعلهم إيه؟ يبقى هنا في مجال إن إحنا نتفكر في القرآن. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثير. أيضا من الفهم الغير صحيح إن واحد يقول لك طب ما الآية دي كده بظاهرها تفيد إن القرآن ممكن يبقى فيه اختلاف بس شوية، مش كتير يعني، اختلاف بس إيه؟ باعتبار إيه؟ إن نفي الكثرة لا يلزم منه انتفاء القلة. انتفاء نقوله بقى ايه؟ الكلام ده متى يصح؟ إذا وقع الشرط، إذا تحقق الشرط. لو كان من عند غير الله، ده لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فضلا عن اليسير، أما وإنه من عند الله فلا يمكن أن يوجد فيه اختلاف يسير فضلا عن الكثير. خلي بالكم، والآية اللي في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ما قالش أم على قلوبهم أقفال، ده بقول أقفالها، يعني هم اللي قافلين على نفسهم، هم زي ما يقول إيه لهم قلوب لا يفقهون بها، والآية الثانية لا يعقلون بها، لهم أعين لهم آذان لا يسمعون بها، لهم أبصار أعين لا يبصرون بها. ما قالش لا تبصر ولا تسمع ولا تعقل، لأن ساعتها يقولوا طب ذنبنا إيه يا ربي؟ أنت أوجدت لنا قلوب لا تعقل، وأوجدت لنا آذان لا تسمع، وأوجدت لنا أعين لا تبصر، إنما هو لا يبصرون بها، يعني هم اللي معطلين وظائف الحواس، هم اللي معطلينها، هم اللي ايه؟ معطلينها. ادي المقصود، يعني ربنا فتح الابواب ولكن الانسان ممكن يغلق على نفسه بسوء الفهم او يغلق على نفسه بحاجه تانية، ان هو بيبص للنبي صلى الله عليه وسلم على انه يعني شخصيه عاديه، وممكن يغلط وممكن يخطئ شيء من هذا القبيل، فدي مشكله. ولذلك سيدنا احمد بن حنبل في مسند الامام احمد عن سيدنا علي وورد نحوه عن سيدنا عبد الله بن مسعود: اذا حدثتم بحديث عن رسول الله فلا تظنوا برسول الله الا ما هو اهيأ واهدى واتقى. اختار الثلاثه دول. اذا حدثتم بحديث، ما قالش بحديث من حديث رسول الله، قال بحديث عن رسول الله،
يعني إذا بلغكم شيء عن النبي فاوعوا تأولوه تأويل لا يتفق مع كمال عصمته. مع كمال إيه؟ عصمته. لازم تبحث عن الوجه الذي يتناسب مع القدر والمقدار. القدر والمقدار زي الذنب مثلا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أنا قلت في الكتاب المصدر عند العرب المصدر، وما هو في حكم المصدر زي اسم المصدر قد يضاف إلى من وقع منه الفعل المشتق من المصدر، وقد يضاف إلى من وقع عليه الفعل. يعني واحد ظلمك وبعدين ربنا عجل له العقوبة فتقول اللي حصل له ده ذنبي. شوف التعبير، اللي حصل له العقوبة دي بتقول ذنبي. ذنبك يعني ايه؟ انت عملته ولا هو اللي ارتكبه في حقك؟ من هذا القبيل قوله تعالى في أول سورة الشعراء حكاية لقول سيدنا موسى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. ولهم علي ايه؟ لهم. طب بيضيف الذنب لهم، لكن في نفس الوقت قال عليا، يعني أنا اللي عملته، أنا قتلت منهم نفسا، أنا اللي إيه؟ أنا اللي قتلت، ولو فعشان كده أنا خايف ألا يقتلوني. ولهم علي ذنب فأخاف أن إيه؟ أن يقتلون. شفنا مثلا كلمة الظلم مصدر في سورة المائدة مثلا فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. من تاب من بعد ظلمه، لو احنا عاوزين نستبدل بالمصدر نشيل المصدر ونحط فعل. ايه الفعل المناسب بدل المصدر في الموضع ده بالذات؟ فمن تاب من بعد ظلمه، عاوزين نحط فعل بدل الايه؟ بدل المصدر. هنقوله فمن تاب من بعد ما ظلم. هي التوبة تجب على مين؟ الظالم ولا المظلوم؟ على الظالم. يبقى فمن تاب من بعد ظلمه من بعد ما ظلم. نيجي في سورة الشورى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. من بعد ما ظلم. يبقى اللي في المائدة من بعد ما ظلم والمصدر واحد، واللي في الشورى واللي في الشورى المصدر واحد ولكن من بعد ما ظلم. من بعد ما ايه؟ اما مثلا نيجي لقوله تعالى والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، اي التي ايه؟ فعلوها. مش كده؟ طيب لما يقول لامرأة العزيز واستغفري لذنبك انك كنت، يبقى الذنب ذنبها يعني وقع منها. طب لما جاي يكلم النبي في سورة غافر وكذلك في سورة محمد، في سورة غافر ليه افتتح الأمر بالاستغفار؟ ليه افتتحوا بجملة تحمل التسلية لرسول الله؟ بتحمل التسلية يعني ايه؟ يعني ما تاخدش على خاطرك، ما تزعلش. يقول له ايه؟ يقول له سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر إن وعد الله حق. بقى هل معقول واحد أذنب وربنا يقول له اصبر؟ فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. يعني استغفر لحقك، يعني استغفر لذنبك، يعني اللي فعلوه فيك يعني استغفر لهم. طيب وعشان يورينا المعنى ده يأكده أكتر في نفس السورة بعدها بصفحة كده يقول فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. يبقى مين اللي ارتكب الذنب؟ عشان كده في باب الإمام البخاري ترجم له بقوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله.
ثم قال أي البخاري: وأن المعرفة فعل القلب، لقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ثم أورد حديثا لأم المؤمنين عائشة بتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال أمرهم بما يطيقون. قالوا: يا رسول الله إن لسنا كهيئتك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك هم كانوا معتقدين كده، معتقدين إن النبي كان له ذنب وربنا غفر له. طب إيه نتيجة الاعتقاد ده؟ السيدة عائشة بتقول إيه؟ قالت: فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ويقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. يعني إزاي أنتم متصورين إن أنا أعمل ذنوب؟ كيف تتصوروا كده؟ حتى حديث في مسلم، في صحيح مسلم، كان النبي يديم هذا الاستغفار قبل فتح مكة. سبحانك